別の学校。أهلا وسهلا. هذا بالمناسبة آخر يوم تصوير لنا في طوكيو، وهو من أهم الأيام لأنه في تغطية لواحدة من أهم المواضيع هذه السنة وهي المدرسة. طبعا السلام اهو كله بيسلم. يا سلام. وهذه بنت امها جايه المدرسه. يا سلام. يا اهلا وسهلا. صباح الخير يا وهذه البامبينو الصغيره. الامراه اللي واقفه هنا في الشارع هذه عامله في المدرسه، تشتغل في المدرسه، وشغلتها كل يوم الصباح انها توقف هنا علشان تعدي طلبة المدرسة في الشارع ده، في التقاطع ده. فلنتفرج. العلم الأصفر مكتوب عليه مدرسة. وهذا بشكل يومي كل يوم صباح. وعندنا هنا نموذج لطفل ولد بيعدي شارع رئيسي لوحده، بيعدي من المكان الغلط. طبعا خطر عليه وعلى السيارات وعلى الشارع لأنه ما في نظام. يا أهلا وسهلا. من كثر الزحمة يعني اللي يسمع يقول شارع زحمة وكله سيارات، بس نظام واحترام لقيمة الطفل واحترام لسلامته. ايش كان يعدي الشارع وشكله حتى الولد سبحان الله خايف. لابس بدلة شكله يعني جاهز يوصل ويروح على الشغل على طول. الأولاد أحيانا بيعدوا هم رافعين عندهم. ليه؟ لأنه إذا كان الولد بطول معين وسن معين يخافوا إنه السيارات ما تشوفه، فبيعلموه منذ الصغر إنه لما تعدي الشارع لازم تعدي وأنت رافع يدك علشان يشوفوك. تعلمهم الأم ارفع يدك. يا الله يا الله. طبعا هذا مدير المدرسة. احنا حسبنا انه المدير يعني طلع معانا بس احتراما يعني. هذا طلع كل يوم بيروح على تقاطع مختلف وبيسوي نفس العملية اللي شفتوها هذه. مدير المدرسة اولا جاي قبل الدوام بنص ساعة، مو جاي في الحصة الرابعة ولا الخامسة. ثانيا يحرص على استقبال الطلبة بنفسه. ثالثا مبتسم. والمدرسين الصباح دائما بيوقفوا علشان يستقبلوا الطلاب وهم داخلين المدرسة. شوف العملية التحية اليومية الصباحية. طبعا جالسين في المدرسة واحنا بنصور فجأة كده سمعنا صوت موسيقى، فاحنا ما احنا فاهمين ايش الموضوع، فسألنا ايش هذا، فقالوا لي هذا جرس المدرسة. عندهم ما في انذار المطافي اللي عندنا، جرس المدرسة عندهم موسيقى ما ادري. وهذه امور ايضا لا تكلف، بس تخلي الولد يعني وهو في الفصل مرتاح نفسيا، بدال صوت الانذار اللي يطلع عندنا. برضه تكلف صفر، ما تكلف شيء. تعميد كده من وزارة التعليم انه تغيير جرس المطافي اللي عندنا في المدارس. في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق حيضرب جرس المدرسة.
خلصت الحصة. هذا كان جرس المدرسة. لا تعليق. أوهايو جوزايماس. كونيتشيوا. أريغاتو. كويس اهو بيضحكوا يعني هي وين يلا القط. ها This is yours. يا سلام. هذه البنت she's in second grade now. البنت في ثانية ابتدائي وهذه الزرعة حقتها نبتتها من أولى ابتدائي. So what is this? Why do they have the bottle on it? Okay, arigato. Arigato gozaimasu. باي باي باي. فالتربية عن طريق انه عندك مو يوم النبتة ولا يوم الزرعة، لا الزرعة هذه تبقى معك تنبتها وتهتم فيها. من اروع ما رأيت في المدرسة وهم ماشيين دحين بياخدوا اسماء الطلبة اولى ابتدائي، اولى ابتدائي الاولاد الصغار دول حتشوفوهم. فلاحظنا انه الاستاذ لما يجي ياخذ اسماء الطلاب يناديهم فلان يعني اسمه، بعدين كلمة سان. سان بالياباني معناها استاذ. أستاذ يعني قاعد ينادي الطلاب أستاذ فلان أستاذ فلان. انظروا الاحترام، مو يا واد ويلا. الشغلة مو شغلة شطارة وتهزيء. شوف لما ولد من أولى ابتدائي تعامله كالرجل إيش حيطلع؟ لما الأستاذ يعامله بكل احترام ويقول له يا أستاذ فلان. عيب أصلا عندهم في اليابان، عيب 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 تنادي الطالب حتى لو كان في أولى ابتدائي باسمه حاف. ليه؟ لأنه بشر، بني آدم، 5 سنين بس في نهاية المطاف بني آدم. طبعا الأولاد يعني نظام لدرجة أنه رفع اليد له نظام. عندهم علامات لرفع اليد، فلما الولد يرفع يده كده معناها أنا فاهم. لو رفع يده كده معناها عندي إضافة للحديث اللي اتقال، أبغى أضيف شيء. لو رفع يعني كده معناها عندي سؤال، أبغى أسأل سؤال. ولو رفع كده معناها عندي رأي مخالف. يشوفوا النظام كيف يتربوا عليه من الابتدائي، وهذا يدلكم انه الاولاد فيهم خير اذا بس عرفنا نغرس فيهم قيم الترتيب والنظام والحضاره. لما الطالب متعودين ومتربيين من اولى ابتدائي انه لما يقوم يحط الكرسي في محله. حركة الكراسي، شوفوا الطالب لما يقوم كيف بيرجع الكرسي مكانه. يا الله، شفتوا كيف ترجع شوف كيف حترجع الكرسي، تروح تتكلم ترجع الكرسي ثاني. نظام واحترام واتقان. شوف هذا الوحيد اللي ما سبق. طبعا نهاية الدوام تلاقي الفصل 100% كله حاطط الكراسي في مكانها، المصات في مكانها. المصات نفسها ما هي مخدش عليها ومكتوب عليها أحبك ويا قلبي ويا إتي ويا أهلي ويا اتفاق والأهلي والهلال وكل الكلام اللي كان منكتب على المصات بالمدري بأمواس ولا بأقلام، ده ما في منه ده. طبعا من الامور العجيبه اللي لاحظناها ايضا في نهايه الدوام
الطلبة ما في حكاية إنه والله خلاص يعني الجرس ضرب فيمشوا بدون، عندهم تقاليد وأصول أنه لازم كله يوقف وبعدين يحيوا الأستاذ قبل لا يمشوا بعدين يتكلوا على الله. فالاحترام متبادل، زي ما شفنا الأستاذ يحترم التلميذ ويقول له يا أستاذ فلان، وأيضا الطلبة يحترموا الأساتذة فقبل لا يمشوا يحيوهم. أشياء بسيطة يعني يا ريت بس تنفذ في المدارس عندنا، مرة بسيطة ولكن تعلم الأولاد الأدب والاحترام والأخلاق. نهاية كل فصل كده لازم يقولوا انه الفصل انتهى ويوقفوا كويس، بعدين يشكروا المدرسة على جهدها. هلو. طبعا الصرفة موضوع زي الجية، جية منظمة، الصرفة منظمة، تلاقيهم يخرجوا أيضا في صفوف موحدة ويمشوا بطريقة موحدة بنظام موحد. شوفوا كيف الشنط كلها موحدة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين عن التعليم في العالم العربي أن يطوروا من مدارسنا ومن مناهجنا ومن أسلوب التعليم والتربية، علشان هؤلاء هم اللي حيحددوا الجيل والمستقبل في البلد.